شايفين ما شاء الله، من نص كيلو دقيق وشوية مية عملنا 50 قرصة. وعايزة اقولك بتدوب في بقك دوب، ومسكرة وجميلة جدا، واهم حاجة اقتصادية ومش هتكلفك اي حاجة نهائي. بسم الله ما شاء الله، طلعت مظبوطة جدا. يلا تابعوا معايا عشان تشوفوا احنا عملنا ايه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بألف خير. بشوية مية هنعمل احلى قرص. معايا نص كيلو من الدقيق، حطيت عليهم معلقة خميرة كبيرة، معلقة بيكنج باودر صغيرة، رشة ملح، معلقتين سمسم كبار. انا حطيت معلقتين سكر كبار ومعلقتين نشا برضو كبار. بس عايزه اقولك حاجه، السمسم اختياري، ممكن ما تضيفوهوش خالص، بس انا بحب المعجنات يبقى فيها سمسم. وحطيت السكر لان مش هنحشي القرص بتاعتنا، فتبقى مسكره كده وانتي بتاكليها وبتدوب في البق، وبسم الله ما شاء الله تعجبك جدا باذن الله. انا قلبت كده المكونات الجافه مع بعض. معايا نص كوبايه من السمنه، كوبايه الازاز عادي اللي هي بتاعه الشاي. سمنه سايحه مش سخنه يعني ولا حاجه، سايحه بس، يعني احنا مسيحينها بس. هبس بقى المكونات دي كلها مع بعض. اهم حاجه خلي الدقيق كله يختلط بالسمنه. كده خلاص انا بسيت الدقيق بتاعي. هنعجن بقى بالميه شويه شويه، هننزل الميه شويه شويه لحد ما الايه العجينه تبقى لينه معاكي. بس دي احنا بنلم العجينه مش بنعجن فيها كتير. يعني انت ما بتكوني بس القرص اصلا ما بتبقاش محتاجه ليه تتعجن معاكي. انت يا دوبك بس بتلمي العجينه كده معاكي وتبقى طريه وجميله خلاص على كده. يعني النوع ده مش اللي هو بيتعجن كتير كده. هضيف برضو لها شويه ميه كمان، احتاجت ميه. هي بالظبط كده خدت كوباية الا ربع مية، ما خدتش الكوباية كاملة، كوباية الا ربع، يعني نص كيلو خد كوباية الا ربع. بس برضو على حسب نوع الدقيق بتاعك، يعني كل نوع دقيق ليه كمية مية معينة. شايفين ما شاء الله انا العجينة اتلمت معايا، ما عجنتهاش كتير ولا حاجة. وطرية وجميلة. هسيبها بقى ترتاح شوية. هسيبها مثلا ساعة كده ولا حاجة، ممكن تسيبها نص ساعة برضو مش مشكلة. بس انا سبتها ساعة كاملة ما شاء الله. عليت معايا كده وبقت جميلة. هقطعها بقى كور صغيرة، عايزين نعملها صغيرة زي بتاعة الأفران بالظبط. هتطلع معاكي بسم الله ما شاء الله كمية كبيرة جدا. وكمان احنا قطعناها صغيرة، وفي نفس الوقت ما بتدخلها الفرن حجمها بيتضاعف كمان وبيكبر. بتعملي الحجم اللي انت عايزاه، لو انت عايزاها كبيرة تمام، عايزاها صغيرة براحتك، بس انا عملتها كور صغيرة. بسم الله ما شاء الله عملت معايا 50 كورة، يعني طلعنا 50 قرصة من نص كيلو دقيق. ما شاء الله عملت معايا كمية كبيرة يعني. وكمان بشوية مية كمان، يعني عجناه بمية، ما كلفناش نفسنا ولا لبن ولا زبادي ولا اي حاجة. يعني هتشغلي الفرن وتدفي البيت وتفرحي الاولاد بأقل تكلفة خالص. كده خلاص اللهم بارك، قطعت الكمية بتاعتي كلها كورتها. هفرد بقى القرص بتاعتي كده، هاخد اول واحدة كده وافردها. يعني ما تفرديهاش قوي، ما تخليهاش رفيعة قوي. خليها كده السمك بتاعها وسط زي ما انتوا شايفين كده. هرص بقى في الصاجة بتاعتي. الصاج بقى ده مش مدهون ولا زيت ولا سمنة ولا اي حاجة، هو مش محتاج القرص، النوع ده مش بيلزق. اللهم بارك، طرية جدا وجميلة، وبتفرديها بكل سهولة، مش هتتعبك نهائي. يعني دي سهلة وانتي بتعمليها مش تاخد منك وقت. يعني لو حبيتي تعمليها تقومي على طول في ثانية. اهم حاجة ما ترفعهاش بس عشان ما تبقاش ناشفة معاكي. خلاص بقى الكمية وارجع لكم. كده اللهم بارك، خلصت كمية العجين كلها. هسيبها بقى ترتاح ساعة كاملة وارجع لكم. كده بقى بعد ما ارتاحت، جبت معلقة عسل اسمر وحطيت عليها كده معلقتين مية ودوبتهم. وهدهن بقى القرص بتاعتي كده عشان تاخد لون حلو لما تطلع من الفرن. انا كده دهنت القرص بتاعتي كلها، ادخلها الفرن بقى، هي متاخدش 10 دقايق في الفرن. كده اللهم بارك، بعد ما القرص بتاعتي خلصت، شايفين الجمال؟ عايزه اقول لك روعه، اللهم بارك، حلوه جدا. يلا بقى ما تنسيش اللايك الحلو بتاعك وتسيبي لي كومنت حلو. ولو ما اشتركتيش في القناه اشتركي وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا دمتم سالمين.